شارع بورقيبة أو شانزليزيه تونس كما يسميه البعض، مركز المدينة وقلبها النابض بدأ يستعيد حيويته المعهودة وإن بترقب وحذر. المحلات التجارية تتأهب لكل طارئ، وآثار التخريب لا تخطئها عين. هاك تشوف القهوة ما عادش فيها ما يتراه. التونسيون يؤكدون أنهم مع الأمن يدا في يد في مواجهة فلول بن علي التي يحملها البعض مسؤولية الاضطرابات الأمنية ومن جر عنها من سلب ونهب. واحنا متطوعين، احنا والشعب التونسي واللجان وصغار وكبار متطوعين باش نحميوها، ما احنا عمرنا ما خلناها البلاد. التحدي الأمني والإخفاق السياسي كان السبب الرئيس لاستقالة محمد الغنوشي من منصب رئاسة الوزراء ليحل محله وزير الخارجية الأسبق الباجي قائد السبسي. ما نتصور ما نلقاوش ما خير منه، نحن وان شاء الله يقوموا بواجبه على احسن ما يرام. لا ينجح كيف كيما الغنوش. واحد من الناس اللي قالوا لا لحبيب بورقيبه وقت اللي لحبيب بورقيبه في اوج سلطانه، وهو والغنوشي كانوا نفس التاريخ، لكن السيد باجي قائد السبسي معروف بنزاهته. الرضا النسبي عن الوزير الأول المكلف قد لا يعني تقبل الشارع للحكومة المؤقتة والتي لا يعرف ما إذا كان السبسي سيحتفظ بها أم سيعمد إلى تشكيل أخرى. المعتصمون في ساحة القصبة تناقصت أعدادهم نسبيا رغم تأكيدهم المسبق على البقاء هنا ما لم تلبى جميع المطالب، وهي القطيعة التامة مع الماضي رموزا وتشريعا وأمنا وسياسات. نجاح السبسي حيث أخفق الغنوشي يكمن في قدرته على ترجيح كفة الشرعية الثورية بدل الشرعية الدستورية الشكلية. محمد عبد الله مامين، العالم، تونس.